دلوقتي يا صديقي احنا بقالنا مدة من 25 يوم لشهر، ودي مرحلة مش كفاية جدا ان انا انتج شتلة بالمواصفات اللي حضرتك شايفها. فاحنا دلوقتي جايين نقول لحضرتك وانت جاي تستلم الشتلة بتاعتك ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها علشان تستلم شتلتك صح. ازيك يا مهندس محمد؟ الحمد لله. احنا دلوقتي داخلين وعايزين نستلم الشتلة بتاعتنا، ايه اول حاجة اخد بالي منها وانا داخل المشتل؟ بص كده الشكل العام تمام. تمام اكيد تتأكد طبعا. تتأكد ان مفيش فيها فاضي، فيها فراغات، فيها بتاع. تمام. تمام، وهي دي طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع الفراغات في المرحله اللي هي الثالثه، لو حضراتكم فاكرين المرحله الثالثه، ودي المهمه جدا لان برقع فيها لو ظهرت عندي مشكله ترقيع. تمام. هنا ما شاء الله النبات تتأكد مثلا من اعفان، حاجة في الجذور، مش عارف ايه كده يعني. تمام. طيب كده مهندس محمد قال لنا ان احنا هاكد على حاجة اكتر من حاجه، واولهم ان انا ما يبقاش عندي فراغات في الصينيه، ان العدد بتاعي يكون شبه مكتمل، ان برضه اتاكد من صحه الجدر والقوام بتاعه وقوته. الجدر هنا ما شاء الله مش مهندس محمد الحمد يعني لله. واضح جدا الرعايه والتعامل مع النباتات بصراحه، يعني واضح جدا من المنظر العام اللي حضراتكم شايفينه. الاول هاخد بالي من المنظر العام، صح كده يا مهندس محمد؟ صحيح تاني صحيح. حاجه همسك الصينيه في ايدي، لو حضراتكم شايفينها معايا برضو الصينيه دي يعني اقل ما يقال عنها انها بتتحدث عن نفسها، ان هي ان شاء الله ما فيهاش مشاكل. الحاجه التانيه باكد عليها ان انا ما يبقاش عندي مشاكل في الجذور. بطلع نبات بيطلع بالجدر بتاعه قوي جدا ولازم يطلع كده كده ان شاء الله، ما عنديش مشاكل بالنسبه للموضوع الجدر. باكد برضو ان عندي مجموع خضري قوي جدا. الجزئيه الاكيده والاخيره ان انا عندي القلب العود باين عليه الحيويه والنشاط بتاعه بشكل ملحوظ. حاجه اخيره برضو ريحه المشتل او ريحه البيت، الريحه بدليل قوي جدا على ان انا عندي ان شاء الله النبات نضيف من الجدر، ودي حاجه حضرتك بعد سنين هتعرفها او بعد مده من التعامل مع شتله البروكلي. شاكرين جدا مهندس محمد، حبيبي شرف. تعبناك معانا، وان شاء الله شرفنا تكون رحله مكانك مثمره. حبيبي، ان شاء الله شاكرين جدا. شرفنا.